يا مساء الورد او صباح الورد على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. بعد طبق الكشري بتاع امبارح طبعا لازم نرطب على قلبنا، مفيش غير الرز بلبن، شغل المحلات ده بقى. فعملت لكم رز بلبن بتركايه كده لطيفه جدا وجديده، وهتعجبكم قوي. تحسوا انكم بتاكلوا ايس كريم كده، حاجه كده غريبه يعني، او اختراع معرفش حد عمله ولا لا. المهم هنا انا بشيل الغطا على اساس تتفاجئوا يعني. مش عارفين انا هعمل ايه. المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف. انا جبت نص كوبايه رز مصري، غسلته ونقعته في ميه ساعتين 3 تقريبا، وبعد كده خدته غلوتين على النار ونزلت عليه بكيلو لبن الا كوبايه، كيلو مش مغلي، جايباه من السوبر ماركت، حطيته على طول على الرز. والكوبايه دي هقول لكم هنحط عليها ايه دلوقتي. وبعد كده هتحطوا السكر على حسب المقدار اللي تحبوه، بتحبوه مسكر بتحبوه مظبوط، وتقلبوه تدوبوه. هنا بقى كوباية اللبن انا حطيت عليها كيس كريم كراميل اللي هو الباودر ده، وحطيت عليه معلقتين لبن بودرة، وحطيت عليه معلقتين كريم شانتيه، حطيت عليه معلقتين نشا. وبعد كده تدوبوهم خالص في اللبن، وتنزلوا عليهم على الرز باللبن، بس تكونوا موطيين، وانتوا بتنزلوه كده تقلبوا بسرعة علشان ما يكلكعش. بعد كده بقى هنزل ب3 معالق جوز هند، وتقلبوهم كويس علشان جوز الهند يستوي، يعني ما يبقاش ناشف. وبس كده تقلبوا لغاية اما يعني تحسوا ان هو كله داب. بعد كده بقى هنطفي عليه ونحط الفانيليا. انا ما بحبش احط الفانيليا والنار لسه مفتوحة علشان ما تمررش. وتقلبوها بقى، تدوبوها خالص كده في رز بلبن، وتسيبوه يهدى شوية. وبعد كده بقى بتحطوه في الاطباق بتاعتكم، تاكلوه بقى سخن، تحطوه في التلاجة، هو كده كده هيتاكل. شايفين المنظر؟ هنا انا الكيس اللي هو الكراميل اللي بيجي مع الكريم كراميل، حطيته على الاطباق كده من فوق. طعم خرافة يعني، مش عارفة اشرحه لكم، انتوا لازم تجربوه، لازم يعني. بيبقى كده حاجة ايس كريم، ما تعرفوش ده ايه يعني، مدي على ايس كريم فانيليا مع طعم الرز بلبن مع طعم كريم كراميل. لا لا لا، مش عايزه اقول لكم يا جماعه لازم تجربوه عشان تدوقوا وتقولوا لي بجد. لازم تقولوا لي رايكم ان شاء الله، يعني يعجبكم باذن الله. ولازم نغير كده يعني، احنا في الاكلات وفي في الحلويات لازم يبقى لينا كده تركايه. فجربوا وقولوا لي، وهستنى رايكم ان شاء الله يعني. هنا بقى بصوا، انا هقول لكم انا بعمل طريقه مكسرات حلوه جدا. بجيب نص كوبايه سكر، احطها في اي حاجه تيفال، المهم ما تكونش بتلزق، وادوب السكر فيها خالص لغايه اما يبقى كراميل، يعني يبقى لونه بني كده بس مش محروق، ما تسيبوش لغايه اما يتحرق. هعمله معاكم ان شاء الله في مره. وبعد كده تروحوا نازلين عليه بمكسرات اللي عندكم، تسيبوه بقى ينشف، بس تحطوه في صينيه او تحطوه في اي حاجه يكون عليها ميه، بس مش حاجة صيني يعني، تكون صينية معدن يعني. المهم بعد كده بقى هتكسروا الكراميل ده وتحطوه عندكم في كيس في التلاجة، بيبقى كراميل بالمكسرات كده. نفسكم في اي حاجة حلوة تاخدوا شوية وتاكلوهم يعني، بيبقى مش عايزة اقول لكم حاجة حلوة، بيبقى زي البونبوني كده، زي الشوكليت. انتوا ممكن تسيحوا كمان شوكليت وتحطوها عليه. لا لا يعني طعم في حتة تانية خالص. تمام. آه وكله بقى يا جماعة، كله حاجة كده، حاجة ساقعة كده وطعمها فظيع يعني. المهم مستنياكم تقولوا لي رأيكم في كومنت، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، وما تنسوش تقولوا لاصحابكم يعملوا سبسكرايب للقناة علشان تكبر بيكم. ودمتم حلوين ومنوريني، ويا رب أكون خفيفة عليكم. باي باي.